السلام عليكم. بصي يا ستي، من النهارده لا هتسلقيها ولا هتطبخيها، واللي ما بيحبش الكوسه بعد الوصفه دي هيعشقها. شكلها لوحده يفتح النفس، من جمالها كل يوم هيطلبوها منك. وكالعاده وزي وصفاتنا الكتيره مش مكلفه خالص واقتصاديه ومتوفره في كل بيت. هتجيبي معانا الكوسه اللي هتعمليها، ويفضل باي كميه انت حباها، ويفضل بقى لو الكوسه يكون لونها اخضر غامق زي كده. ابعدي خالص عن الكوسة اللي بتكون فاتحة ولونها ابيض، عشان بتنزل مية كتير. زي ما شفتوا في اول فيديو احنا هنعمل كوسة بشاميل. مكوناتها قليلة جدا، بمعلقتين لحمة مفرومة وشوية كوسة صغيرين زي ما انتم شايفين. هنعمل ما شاء الله صينية تعمل لك غدا محترم. هنقشر الكوسة كده ونغسلها بالشكل اللي انتوا شفتوه، مش تقشراه خالص، هو مجرد خطوط كده، علشان إن لو فيها اي رمل او اي حاجة نتخلص منها، لان الكوسة من الحاجات اللي بيلزق فيها رمل مهما غسلتيها. معايا معلقة كبيرة من السمنة كده على النار، وطبعا انتوا شايفين هي كتير، احنا هنستخدمهم اكتر من مرة. هنشوح فيها الكوسة وهي سليمة كده. بصراحة لو حابين تقوروها وتحشوها اللحمة، بس انا بستخسر بصراحة يعني قلب الكوسة ما بيهونش عليا بصراحة ان ارميه. فبحمرها وهي سليمة كده ولون فاتح خالص زي ما هتشوفوا، يعني مش تحميرة كاملة غامقة، تشويحة بسيطة كده علشان اقفل المسام الخارجية للكوسة. ولما تاخد اللون ده كده هبدأ اطلعها واقطعها شرايح بالشكل اللي تحبيه. قطعيها زي ما تحبي، شرايح طولية بالعرض بالورب زي ما تحبي. هقطعها كلها كده ونبدأ نحضر اللحمة المعصجة. في نفس الصينية هنزل ومكان الكوسة بالسمنة، اللي مكان الكوسة هنزل بشوية من اللحمة المفرومة، هنزل عليهم بملح وفلفل ورشة بسيطة من البهارات المشكلة، وهنزل عليهم باللحمة بالبصل المفروم، وأقلبهم تقليبة كويسة. وفي آخر السوا هضيف معلقة من الصلصة وأقلبهم مع بعض، بتدي لون حلو جدا للحمة وطعم كمان. نسيبها على جنب ونحضر البشاميل. هي بصراحة وصفة متاخدش يعني نص ساعة في المطبخ، بتطلع بيها جاهزة ومظبوطة. معلقة كبيرة من السمنة هنزل عليها برضو بمعلقة كبيرة من الدقيق، يعني معلقة الكبيرة بتاعة الغرف مش معلقة الأكل زي ما أنا بستخدم كده، معلقة كبيرة بتاعة الغرف اللي أنا شغالة بيها دي. وهقلبهم مع بعض لحد لما يتشوحوا ويتحمص الدقيق، وريحة التحميصة بتاعته تطلع ولونه يبقاش زي ما انتوا شايفين كده. هنزل عليه بالحليب. اهم حاجة تحمصوا الدقيق كويس علشان طعمه ونفسه يبقى مظبوط. هنزل عليهم باللبن، وتقدري تضيفي مكعب من المرق او شوربة زي ما انا هستخدم. افضل ايدي فيها بالتقليب كده علشان ما تتكتلش، ويبقى معايا الخليط بتاعي ناعم ومظبوط. اقلب على طول. تقل معايا اهو. وبعدين هضيف الملح وفلفل بسيط جدا. الكوسه ما بتحبش الملح الزياده، فرشات بخفيفه جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. هقلبه كويس، وهجيب اللحمه المفرومه هنزل عليها الكوسه واقلبهم مع بعض، وشويه صغيرين من البشاميل برضو هقلبهم مع بعض هما كمان، علشان دي تبقى القاعده مظبوطه مع بعضهم كده، مش بتتعمل طبقات. هما بيتقلبوا مع بعض عشان كل حاجة ياخدوا من طعم بعض كده. وهنزل بقى اجهز الوش، انزل بشاميل على الوش بس علشان هو اللي هياخد معايا اللون، والحاجات الكوسة واللحمة لما بيطلعوا فوق بينشفوا وبيتحرقوا. هنضف الصينية كده وهدخلها الفرن على رف اوسط على درجة حرارة 190 180 براحتكي، علشان تطلع نظيفة ونقدر نقدم فيها. علشان البايركس في بعض الناس بتشتكي من تسويته ما بتكونش مظبوطه وبيحرق احيانا الاكل. حطيه في صينيه الومني كده، الصينيه الالومنيا والالومنيوم بس يعني بيوزع الحراره بشكل جيد جدا، فبالتالي التسويه معاكي هتطلع مظبوط حتى لو النار كانت عاليه وحتى لو كان قريب من الحراره. كده طلعت معايا من الفرن. اتمنى تكون الوصفه استفدتوا منها وعجبتكم، ولو عجبتكم الوصفه متنسوش لايك وشير. واللي اول مرة يشوف القناة ما ينساش يعمل اشتراك من كلمة الاشتراك اللي موجودة تحت الفيديو باللون الاحمر.
دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.